بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا العدد الجديد والذي سيكون مليئا بأخبار لاعبين كما عودتكم. إن شاء الله سيكون عددا شيقا وينال إعجابكم. ابقوا معنا. أبدأ عدد اليوم بالخبر الذي انتشر بقوة في الصحافة الجزائرية وبعض المواقع الفرنسية والذي يتكلم عن انتقال الدولي الجزائري نبيل بنطالب صوب إشبيليا، حيث قال أصحابه أنه في إسبانيا وأنه سيخضع للفحوص الطبية وما إلى ذلك. ببساطة الخبر غير صحيح ويشبه تقريبا خبر عوار. أنا هنا لا أنفي الخبر بالمطلق، ربما مستقبلا يمكن أن يحدث ذلك، لكن الآن الخبر غير صحيح وبنطالب أقرب للتجديد مع ليل. بعد أن صنع الحدث في نهاية الموسم الماضي، يبدو أننا مقبلون على موسم واعد للجزائر الأصل مزيان مسلوب وبصورة متوقعة تواجد مع الفريق الأول لناديه لونس رغم أن عمره فقط 16 سنة. لكن ليس هذا فقط، مدرب الفريق الجديد دينو توب مولر قرر منحه دورا أكبر، حيث أشركه أساسيا في لقاء بولونيس سور مير اليوم. مسلوب قدم مستوى مميز وسجل هدفين ونال بفضل ذلك ثناء كبيرا من الإعلام الفرنسي الذي بات يتوقع له مستقبلا زاهرا. صحيفة ليكيب الفرنسية أثنت بصورة كبيرة على اللاعب الجزائري الأصل وحال شخصيته البارزة في الفريق رغم أنه يافع، وتنبأت بأن يكون له شأن الموسم المقبل، خاصة مع المدرب الألماني الذي يؤمن كثيرا بالشباب. وانتشرت بعض الأخبار في الأيام الماضية عن رغبة الفاف في التواصل مع اليافعين حمداني ومراح لاعبي ليون، لكن الالتفات نحو مسلوب قد يكون أفضل. مسلوب دولي برتغالي وليس فرنسي، كما أن والده دولي جزائري سابق وهو وليد مسلوب، ما يعني أن إقناعه ربما يكون أسهل من إقناع باقي اللاعبين، لكن بشرط استدعائه مباشرة للمنتخب الأول وعدم النظر لعمره 16 سنة فقط. أعلن الموقع الرسمي لنادي بوريسيا دورتموند عن قائمة اللاعبين الذين سيكونون معنيين بجولة تحضيرية في اليابان. القائمة بصورة مفاجئة عرفت غياب الدولي الجزائري إلياس بنقارة، فرغم أنه يتدرب مع الفريق الأول منذ بداية فترة التحضير الحالية، ورغم أنه وقع أساسا على عقد التجديد لأنه سينتقل للعب مع الفريق الأول، إلا أن اسمه لم يكن حاضرا ضمن المجموعة. وبعد أن بدأت بعض المصادر الألمانية تتكلم على أنه ضمن الفريق الثاني، كشف الموقع الرسمي في وقت لاحق من اليوم أيضا عن قائمة اللاعبين الذين ستكون معنية بتربص تحضيري في النمسا بالنسبة لفريق أقل من 23 سنة أو الفريق الثاني. وبصورة غريبة أيضا القائمة المعلن عنها عرفت غياب اسم بنقارة، فلا هو مع الفريق الثاني ولا هو مع الفريق الأول. الصحافة الألمانية قالت أن للأمر تفسير وحيد، وهو أن الجزائر قريب من الرحيل، خاصة مع الأخبار التي انتشرت في اليومين الماضيين عن رغبة نادي جروترفورث في ضمه. الصحافة الألمانية قالت أن بنقارة ربما سيترك في ألمانيا من أجل مفاوضة ناديه الجديد على الشروط الشخصية، وهو ما يعني ربما أن إدارة بوريسيا دورتموند وافقت آليا على رحيله. مصادر أخرى بالمناسبة قالت أن عدم تواجد بنقارة مع الفريق الأول لا يعني أنه سيرحل بشكل رسمي، فالتربص التحضيري الرئيسي سيبدأ يوم 26 من شهر جويلية الحالي، وسيحضره اللاعبون 14 الغائبون الذين شاركوا في المونديال. وفي حال غياب بنقارة عن هذا التربص تحديدا سيقال أنه ليس ضمن الفريق الأول، لذلك ننتظر ونرى مستقبل الجزائري وهل سيبقى في ألمانيا مع ناديه الحالي أم سيرحل. أعلن نادي غرناطة الإسباني تعاقده رسميا مع الحارس راؤول ليزوين ليعزز بذلك مركز الحراسة في الفريق. هذا الحارس يبلغ من العمر 35 سنة، يملك مسيرة حافلة جدا كان آخرها مع نادي ألباسيتي، ما يعني أنه سيكون خطرا كبيرا على الحارس الأساسي للنادي والدولي الجزائري لوكا زيدان الذي سيكون مطالبا بمضاعفة مجهوداته من أجل ضمان مركز أساسي.
انضمام حارس لنادي غرناطة كان متوقعا على العموم، حيث يعتبر زيدان الحارس الوحيد بعد رحيل الحارس استرالاغا. لذلك انضمام حارس لا يعني بالضرورة أنه سيأخذ مكان الجزائري، بل سيتنافسان على مكان أساسي. ولو أن الصحافة الأندلسية ما زالت ترجح أن يبدأ زيدان الموسم أساسيا منذ البداية، نظرا للمستوى الجيد الذي يملكه والذي قدمه الموسم الماضي. تكلمت الأسبوع الماضي عن تألق الدولي الجزائري أمين شياخة وتسجيله على طريقة زلاتان والثناء الهائل الذي حصل عليه. لاعب الخضر وللأسبوع الثاني على التوالي قدم مستوى كبير، وقاد فريقه روزنبورغ لفوز كبير ضد نادي إيكا ستارت اليوم بثلاثية من دون رد، كان نصيبه منها ثنائية جميلة. الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء في بداية الشوط الأول، والثاني في الدقيقة الخامسة بعد 90 بعد هجمة مرتدة راوغ فيها مدافعين بسهولة ووضع الكرة في الشباك لينصب بذلك نفسه رجلا للقاء وينال كثير من الثناء، وينال أيضا أعلى التقييمات من مواقع الإحصائيات التي نصبته في أغلبها رجلا للقاء كما قلت. شياخة يكون إذن قد وصل لهدفه الخامس في آخر 6 لقاءات، وهو أمر يؤكد صحوته وبصورة كبيرة جدا. لاعب الخضر لم يكتفي فقط بالمشاركة كأساسي وتقديم مستوى جيد، لكن نصب نفسه الأحسن في فريقه في آخر الجولات، وربما الأحسن في كل الدوري. ولولا فترة الفراغ في أول 7 جولات من الدوري النرويجي لكان الآن هو هداف الدوري، حيث بات الفارق بينه وبين هداف الدوري فقط هدفين يمكنه التدارك في أي لحظة. شياخة يقضي أفضل لحظات مشواره الرياضي ككل، فمنذ وصوله للفريق الأول في كوبنهاغن قبل 3 سنوات لم يقدم هذا المستوى الرائع، مستوى سيتيح له بدون شك العودة للمنتخب بداية من التربص المقبل سبتمبر، لأنه الأحسن على الإطلاق حاليا في مركزه. انتشرت هذه الصورة للدولي الجزائري حماد عبدلي في اللقاء الودي الأخير الذي خاضه ناديه في الكوت ديفوار سهرة أمس. الصورة تظهر تراجعا بدنيا رهيبا لعبدلي، حتى أن كرشه كانت بارزة للعيان، وهو ما أثار الانتقادات من حوله من طرف أنصار النادي وصحافة النادي أيضا. لكن ليس هذا وفقط، السخرية كانت كبيرة، حيث كان مادة دسمة لأنصار النادي من أجل الضحك على وضعه. عبدلي بصورة طبيعية يعاني من الوزن الزائد، وأي توقف حتى لأيام قليلة يظهر ذلك. لذلك هو مطالب الآن بالعمل بشكل مكثف ومضاعفة مجهوداته من أجل التخلص من وزنه الزائد قبل بداية الموسم الجديد. فكما يقول دائما هو يعول على موسم كبير الموسم المقبل، لكن تعويله لن يكون له أي محل من الإعراب بالوضع البدني الذي ظهر عليه في اللقاء الأول لفريقه. للإشارة عبدلي وبعد نهاية اللقاء أدلى بتصريحات أكد فيها سعادته الكبيرة بتحول وضعه، وأكد فيها أيضا سعيه لفرض نفسه في الفريق الأول الموسم المقبل، خاصة مع قدوم المدرب الجديد برونو جينيزيو. لاعب الخضر قال أنه سيعمل على إقناع المدرب وإقناع الأنصار وإقناع الإدارة أيضا، ونسيان خيبة الموسم الماضي الذي كان سيئا جدا مع المدرب السابق حبيب باي. أعلن نادي ستياوا بوخارست الروماني تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري ولاعب سوشو السابق أيمن بوتوتاو. النادي الروماني أعلن أنه وقع عقدا مع أيمن لغاية 2029، والجزائري سيرتدي القميص رقم 28 مع فريقه الجديد. لاعب الخضر غادر فرنسا منذ عدة أيام، وظهر في الحصص التدريبية لفريقه فعلا للاستعداد لبدء المغامرة. بوتوتاو كان حاضرا في لقاء فريقه الجديد في أول جولة ضد نادي أرجيس. لاعب الخضر كان يتنبأ له بمستقبل كبير حين كان لاعبا يافعا، لكنه لم يحسن تسيير مشواره. ما زال صغيرا في السن، عمره 23 سنة فقط، وما زال قادرا على العودة، ولن يكون ذلك إلا بالتألق من بوابة نادي ستيوا بوخارست، والذي يعتبر من أكبر الأندية وأعرقها في رومانيا. في الوقت الذي بدأت فيه الأندية في التحضير في عموم أوروبا، انطلقت المنافسة في إيرلندا بلقاءات الكأس،
والبداية كانت بلقاء شامروك روفرز بنادي كورك سيتي. اللقاء كان فرصة لتألق الموهبة الجزائرية نجم الدين رازي، والذي سجل هدفا أكثر من رائع بتسديدة بعيدة، وقاد فريقه للتأهل للدور الثاني من كأس أيرلندا. المستوى الذي قدمه نجم الدين والهدف الرائع الذي سجله احتل بفضله واجهات المواقع والصحف الإيرلندية صباح اليوم، حيث أثنت عليه الصحافة الإيرلندية وركزت خاصة على عودته. رازي كان قد احترف في نادي كومو قبل عامين، لكن تجربته كانت سيئة وعاد العام الماضي لإيرلندا، وبعد عام كامل جاهد فيه من أجل العودة يبدو أنه قد نجح. مدرب الفريق ستيفان برادلي أدلى بتصريحات اليوم لصحيفة ذا سان، أثنى فيها على لاعبه الجزائري وأكد قيمته وأكد عودته، ووعد الجماهير الأيرلندية برؤية نجم الدين جديد في الموسم المقبل. برادلي وصف اللاعب الجزائري بأنه موهبة جبارة، وأن فشله في اللعب في إيطاليا لا يعني أبدا أنه لاعب متواضع، بل هو متأكد أنه لاعب كبير وسينتقل لفريق كبير قريبا جدا. نجم الدين رازي يبلغ من العمر الآن 29 أو 19 سنة، ويلعب في مركز المهاجم الثاني، ويمكنه أيضا اللعب في مركز الجناح الأيسر وصانع الألعاب. هو دولي أيرلندي في كل المنتخبات السنية، لكنه لغاية الآن لم يلعب مع المنتخب الأول، وبدون شك بسبب وضعه في آخر عامين. عودته للتألق ربما تفتح أعين الإيرلنديين عليه، لذلك على الفاف التقرب منه، ولما لا ضمه للمنتخب على الأقل لأجل تجربته. كشفت مصادر فرنسية أن الدولي الجزائري السابق في منتخب الآمال وأيضا في المنتخب المحلي ولاعب نادي أونجي مخاشكالا محمد عزي بات على مقربة من اللعب في الدوري البلجيكي الممتاز في الفترة المقبلة. المصادر الفرنسية قالت أن اللاعب قريب جدا من الانتقال لهناك، ومتبقي فقط المفاوضات بين الناديين، ناديه الروسي وناديه الجديد البلجيكي الذي يريد ضمه. المصادر قالت أن هناك بعض المشاكل الإدارية التي يمكن أن تعطل الصفقة، فمع العلاقة السيئة التي تربط روسيا ببلجيكا الأمور لا تسير بسلاسة. لكن رغم ذلك وكلاء الدولي الجزائري يحاولون جاهدين تذليل العقبات من أجل ترسيم الصفقة. الصحافة الفرنسية لم تشر لاسم النادي الذي يريد اللاعب الجزائري، لكن أيا كان اسمه اللعب في بلجيكا يبدو أحسن من البقاء في روسيا. عزي للإشارة كان متواجد في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني بخصوص المونديال، ما يعني أنه ضمن دائرة الاهتمام، لذلك انتقاله للعب في بلجيكا سيكون خطوة جبارة للأمام من أجل الوصول للمنتخب ومنافسة لاعبي الجهة اليمنى من الدفاع. صحيح أن الأمر ليس سهل، لكن في بلجيكا قد يكون أسهل منه من بقائه في روسيا. منذ عدة أيام والصحافة الهولندية تؤكد أن صفقة انتقال الدولي الجزائري رامي الزروقي من ناديه الحالي فينورد صوب ناديه السابق توينتي قد تمت، لكن لا إعلان رسمي لغاية الآن بسبب بعض التفاصيل التي يقال أنها بقيت عالقة. المدير الإداري لنادي توينتي خرج للعلن اليوم وأكد بشكل رسمي أن الصفقة تمت، وأن الزروقي سيكون لاعبا جديدا لفريقه في الموسم المقبل. ليس فقط المدير الرياضي، حتى المدرب فاندان بروم أدلى بتصريحات اليوم أكد فيها سعادته الكبيرة بإتمام صفقة الدولي الجزائري. فاندان بروم قال أن الزروقي سيكون حاضرا بداية من يوم الاثنين المقبل في تدريبات النادي، لكن لا يعلم إن كان سينتظم بشكل نهائي أم سيمنح فترة راحة، لأنه وكما أشرت توجه مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية لهولندا من أجل إتمام صفقة انتقاله. زروقي إذن يكون أول دولي جزائري شارك في المونديال ينهي انتقاله لفريق جديد من دون احتساب مادي طبعا الذي يوجد حر من أي التزام. الأمر كان سهلا جدا نظرا للرغبة الجارفة لنادي توينتي من أجل ضمه. الصحافة الهولندية وفي تعليقها على خبر انتقال زروقي قالت أن توينتي حصل على اللاعب الذي يريد، اللاعب الذي يعتبر الأحسن في وسط الميدان، في انتظار ما سيقدمه الجزائري في الموسم المقبل، وهل سيؤكد ما يقال عنه والثقة الكبيرة التي يحظى بها من إدارة ومدرب توينتي.
إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى. نلتقي إن شاء الله غدا. السلام عليكم.